صباح الخير والسرور لاحلى متتبعين ديالي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم هذا الفطير هذا اللي ان شاء الله غتكون فيه الزبده البلديه وكذلك الجبن وكذلك الخبز ديال الزرع اللي غنصايبهم لكم في البيت ناتورال، يعني طبيعيين، بحال انكم كتاخذوا الحليب وكتنخضوه وكتجبدوا منه الزبده البلديه، وكذلك الجبن حتى هو غيكون طبيعي. وكنقول لكم مرحبا والف مرحبا عندي في القناه. اللي ما مشتركش يشترك ان شاء الله باش يصلكم كل جديد، وخليكم على فيديو ونبداو على بركه الله. اول حاجه غنبدا لكم بالجبن، هو الاول اللي غادي نصايب معكم. كما شفتوا هنايا خديت واحد الكاسرونه وغادي نوضع فيها نصف لتر ديال الحليب، هو الاول. ومن بعد غنضيف عليه قبيصه الملح، ما نكثروش من الملح، غير قبيصه صافي. وغادي نخليه يغلى. هنايا مني نحسو به يغلى غادي ناخد اللبن وغادي نوضعو فيه. بالنسبه للقياس اللي غادي نعطيكم، بحال درتو نصف لتر حليب ديروا نصف لتر لبن، الا درتو ايطروت الحليب ديروا ايطروت اللبن، يعني خاص القياس يكون متساوي، يعني بحال بحال. كما شفتوا بعد ما غلى لي الحليب انا وضعت نصف ايطرو ديال اللبن وغادي نبدا نحرك فيه بحال ما هكا. الا لاحظتوا هذيك الساعه انا كنحرك وهو الجبن يعني تيتعزل بوحدو والماء كيتعزل بوحدو بحال ما هكا كما شفتوا ها نتوما. يعني هذيك الساعه كتشوفوا النتيجه. صافي انا كنبقى نحرك حتى يولي لينا تيبان لينا هذاك الماء ولا صفر والجبن طلع لينا الفوق بحال ما هكا كما شفتوا. صراحه هاد النتيجه ديال هاد الجبن كيخرج رائع رائع. يعني كاينين عده طرق، بزاف الطرق ان شاء الله الا بغيتو نشاركهم معكم. هنا مولفه انا كندير بعض المرات دانون مسوس ولا اللبن. يعني هنا ضفت اللبن حتى اللبن كيجي واحد المذاق روعه مع الحموضه ديال اللبن، كيجي يعني الجبن خطير. صافي انا هنا غادي نصفيه وغندوز نصايب معكم الزبده البلديه، كذلك غتشوفوا كيفاش غادي نصايبها. بالنسبه للزبده البلديه، اول حاجه كناخذ خلاط كهربائي، ثم غادي نوريكم النوعيه ديال هذه البانا اللي هنا في الطاليان. هذه النوعيه هذه راه سميتها بانا مونتاتا. وبالنسبه للمغرب يعني هذه راه هي اللي كتصايبي بها حلوه لاكريم، غير ما تكونش حلوه تكون مسوسه، حيت كاينه الحلوه وكاينه المسوسه. هنايا بالنسبه للزبده البلديه ضروري غناخذ المسوسه. صافي انا وضعت حوالي نصف لتر، يعني كافي. صافي وغادي نزيد عليهم الماء بارد، ما نضيفوش الماء سخون، الماء بارد. وغادي نخليها في الطحال الكهربائي المده اللي مره غادي نضيف الماء، حيت ملي كتبدا تطحن كتطلع لينا بحال الكريمه، بحال حلوه لاكريم، ولكن هي كتنشف وانا كنزيد في الماء. كما شفتوا هي كتنشف وانا كنزيد في الماء، وفي الاخر غتطلع لينا الزبده البلديه. وهنا بعد ما تطحن لينا الكل جيدا، انتم كما غتشوفوا النتيجه هائله، يعني النتيجه روعه روعه. ان شاء الله غادي تجربوها وغتعجبكم وغتبقاو ديما ديروا هذه الوصفه هذه. صافي هنا غناخذ واحد الاناء وغنصفي فيه كل شيء، غنكب فيه كل شيء عفوا. وغادي نصفي بالصفاي بحال ما هكا. ها انتم زبده بلديه بلديه. صافي غادي نوضعها في واحد الزلافه وغادي ندوز لكم طريقه الغسل ديال هاد الزبده هذه، حيت السر ديال الغسل ديال هاد الزبده هو اللي كيعطي النتيجه هائله. صافي انا غنصفي بحال ما هكا، يعني عطاتني يعني نصف ايطرو راه عطاني واحد الكميه تبارك الله مزيان. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان، واللي ما فهماتش مزيان ممكن تصيفط ليا، تخلي لي تعليق ونعاود نشرح ليها على راسي وعينيا. مرحبا والف مرحبا. صافي هنا بعد ما خديت الزبده كامله حيدتها من الحليب. صافي غادي نبدا دابا نغسل فيها، تنخلي داك الحليب ما يبقاش يبان نهائيا. نغسلها المره الاولى والثانيه واخا حتى 3 المرات ماشي مشكل. صافي اخيرا ثم اخيرا غتشوفيني اشنو غادي ندير فيها في الاخر.
واخيرا ثم اخيرا وكتبقى اختياريه، بعد ما غسلتها انا غادي نوضع فيها شويه اللبن وغنخليه مرقد فيها لمده نصف ساعه ولا اكثر، ولا لما كنتوش غتاكلوا هذيك الساعه تخلوها حتى الصباح. وفي الاخر غادي نصفيها من هذاك اللبن، لان راه غادي ان شاء الله غادي واخا غادي نبقى نشرح لكم ونشكر لكم فيها، ماشي بحال انكم تصايبوها وغتذوقوها وعاد غتفهموني اشنو بغيت نقصد لكم. صافي هنايا بعد ما غنرقدها مزيان في هاد اللبن هذا، ومن بعد غادي نبدا نصفي فيها. انا خليتها حوالي، حيت غنفطر بها ديك الساعه، خليتها شي 10 دقائق على ما عمرت اتاي وهذا. انا هنايا صافي غادي نخليها تصفى ليا. وغندوز معكم نصايب معكم الخبز ديال الزرع اللي كيجي حتى هو ناجح 100%. اول حاجه كناخذ زلافه ديال القمح الاسمر. هاد القمح الاسمر كيجي رائع، وكذلك زلافه ديال الفورس، يعني القياس اللي تبغوا نتوما، يعني يكون القياس قد قد. صافي وغادي نضيف مليحة وشوية سنيدة، وكذلك واحد معلقة صغيرة ديال زيت العود، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الدار. صافي وغنخليهم يعجنوا بحال ما هكا. بعد ما تعجنات ليا العجينة صافي انا غنديرها كريسات صغيورين بحال ما هكايا، وغادي نديرهم في البلبولة، البلبولة الغليظة ولا الرقيقة اللي عندكم بحال ما هكايا. حتى لما اللي بغيت نقول لكم البنات، الا ما بغاش تلصق لكم في البلبولة في العجينة، ممكن ديروا واحد رشة ديال الماء، راه ماشي مشكل، حيت الماء كيساعد. هاي الا دخلتيها الفران كيحيد بحال هذيك لوميديتا، كيخلي الخبز يطيب على خاطرو مزيان من الداخل. هذه معلومة جديدة وريتها لكم. صافي انا بعد ما درتهم كريسات غطيت عليهم، ومن بعد غنقرصهم غير شوية في اللاطة بحال ما هكايا، ما نضغطش عليهم بزاف، غير شوية. مول فانا كندير الزرارع وداك الشيء، دابا خليتهم عاديين حتى المره الجايه، وغادي ندير لكم وصفه ديال الخبز مغايره على هذا النهار. وهنا غنغطي عليهم صافي، بعد ما غنسالي كلشي غنغطي عليهم حتى يخمروا. ومني غنبغي نديرهم في الفران غناخد واحد السكين يكون بحال المنشار، ونبدا ندير خطوط على شكل زائد.
والخبيزات ديالنا وجدوا كما كتشوفوا على عينيكم، جاو رائعين. وكذلك الجبن والزبده البلديه راه كيجيو هائلين، كنتمنى تجربوهم وغتفكروني. ودرت لكم جلسه مغربيه بلديه كانكم في العروبيه مع هاد الزبده البلديه والجبن والخبز ديال الزرع، لان الصراحه انا كيعجبني البلدي والرومي، بالخصوص كنميل للبلدي بزاف. ان شاء الله راه غنزل لكم حتى قفاطن بلديين ديال الجوهره اللي غيجيو ان شاء الله من السعوديه، وغادي ننزلهم لكم هنايا. وكنقول لكم بالصحه والراحه، وراكم عزاز في القلب. وهذا الفيديو كنديرو انا فرحانه انني غادي نوريكم اشياء تراث مغربي والطبخ المغربي، وان شاء الله غنعطي المزيد والمزيد. وخليكم مع لا فيديو الى النهايه، ومع السلامه.